كان رجل من أهل الشام ذو بأس، كان يفد إلى عمر، بين وقت آخر يزور عمر بن الخطاب، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ يعني ما أصبحنا نراه، ما يأتينا. قالوا: يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب، يعني صار يتعاطى خمر وشراب وانشغل بهذه الأمور. فدعا عمر كاتبه وقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال عمر لأصحابه، قال: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. فلم يزل يرددها على نفسه هذه الكلمات، ثم بكى، ثم نزع فأحسن النزع، يعني تاب فأحسن التوبة. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، هذه الطريقة. يعني إذا بلغك عن أحد بدل أخزاه الله قبحه الله الفاعل التارك، مثل عمر أرسل له نصيحة رفيقة طيبة لطيفة، وصي إخوانك يدعو له بالهداية. قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. ولهذا أوصي بأن يقرأ هذا الأثر، وهو موجود في أول تفسير غافر، سورة غافر من تفسير ابن كثير. وأيضا أوصي بنشر هذه القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أوصي بنشرها حتى ينتشر هذا الخير وينتشر هذا الرفق وتنتشر هذه الرحمة